في خبر هز الشارع الكروي المغربي وأثار جدلا واسعا بين متابعي كرة القدم، كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن تطورات مفاجئة تتعلق بمستقبل وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب مع أسود الأطلس خلال الفترة الحالية. ووفقا لما أوردته الصحيفة، فإن مصادر مطلعة أكدت أن وليد الركراكي اتخذ قرارا جريئا بتقديم استقالته من تدريب المنتخب المغربي في خطوة غير متوقعة، خاصة في ظل حساسية المرحلة التي يمر بها المنتخب. وحتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص قبول أو رفض هذه الاستقالة، ما يزيد من حالة الترقب والانتظار داخل الوسط الرياضي. وأشارت صحيفة المنتخب إلى أن القرار النهائي يبقى بيد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي لم تحسم موقفها بعد من هذه الخطوة المفاجئة، وسط تساؤلات جماهيرية كبيرة حول مستقبل الجهاز الفني لمنتخب المغرب في الاستحقاقات القادمة. ويذكر أن وليد الركراكي يعد أحد أنجح المدربين في تاريخ الكرة المغربية، بعدما قاد منتخب المغرب إلى إنجاز تاريخي في كأس العالم 2022 بقطر، محققا المركز الرابع في سابقة عربية وإفريقية غير مسبوقة، ما جعله يحظى بإشادة عالمية واسعة. كما واصل الركراكي تألقه القاري حين قاد أسود الأطلس إلى نهائي كأس إفريقيا الأخيرة التي أقيمت على الأراضي المغربية، قبل أن يخسر اللقب أمام منتخب السنغال في مباراة قوية حبست أنفاس الجماهير. فهل تكون هذه الخطوة نهاية مشوار الركراكي مع منتخب المغرب، أم أن الجامعة الملكية ستقلب الطاولة بقرار جديد؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الحقيقة.